أدون ناجي ما شلونك؟ سلام فادي مانيش معه. بسيدر وضبت الحاجة؟ كله جاهز. اسرع. خليه يحطها في العربية. بعمل كونيك. هنا بقى بيموتوا في ام كلثوم، يعني هتسمع ام كلثوم هنا اكتر مما تسمعها في مصر. انا اسف يا ناجي بيه، بس اسمح لي، هو الولد حط لك ايه في العربيه؟ انا شايف الموقف مريب شويه. لا ده شويه جمبري وصايه كده. كل القلق ده عشان شويه جمبري؟ في حاجات ممنوعه في اسرائيل، ممنوعه منعا باتا، زي الجمبري والكابوريا والقراميط. اي حاجه تطلع من البحر ملهاش قشر، اللي هي الفلوس بتاعت السمك، تبقى محرمه حسب الشريعه اليهوديه. طب وحضرتك جبته ازاي؟ الفلوس تمشي اي حاجه. ايه تاني ممنوع في اسرائيل يا ناجي بيه؟ القمار، اللي بيتقفش بيلعب قمار تبقى جنايه. قمار؟ حاجه غريبه قوي، ده كل نوادي القمار في العالم اصحابها يهود. اليهود بيلعبوا مع العالم كله، انما ما يلعبوش مع بعض. الغاوي فيهم بيروح طابا يلعب هناك، او بيروح شرم، في مراكب هناك خارج الحدود الاسرائيليه بيلعبوا فيها. ده مطعم وكوفي شوب كليوباترا. كليوباترا؟ صاحبه اسمه إيلي مزراحي، يهودي مصري، ابوه مدفون في اسكندريه، بس راجل مسخره. تعال تعال. مستر ناجي. إيلي ازيك يا إيلي؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ تمام. جمال بيه المستشار الاعلامي في السفاره عندنا، لسه جاي دلوقتي طازه. اهلا وسهلا جمال بيه، اهلا وسهلا. اصل هو لسه ما خدش على الجو. إيلي مزراحي ده اسكندراني، كان ساكن هو وعيلته في الماكس. دي صورة عيلته لما كانوا هناك، وامه مدفونة هناك في الماكس. انا كنت بحب مصر كتير. انا عشت في اسكندريه ايام حلوه اكتر من 50 سنه. انا كنت بحبه السيما، انا كنت بحبه ستيفان روستي، نجيب الريحاني، اسماعيل ياسين. كان ايام جميله. ايه مستر ناجي؟ مستر ناجي، تعرف ان كان في ممثل يهودي كوميدي كتير اهو اللي في الصوره ده. ده كان بيمثل مع توجو مزراحي اسمه شالوم عارفه، كان دمه تقيل. مستر ناجي، هو اسماعيل ياسين مش يعملتوا افلام جديده ليه؟ هو شغال مسلسلات دلوقتي. انا احبه وهو يقول مونولوج. انا هروخ، لا ما تروخش، عاوز اروخ، ما تروخش. فين الفول، فين الطعميه، فين الفجل، فين الكرات. لو كان ده شرط البهوية يحيى العدس 10 مرات. الله يخلي عليك يا إيلي.
مش ينفع مستر ناجي، صدقني مش ينفع. ده يخالف الشريعة ويحط الأنا في مشكلة. ها؟ ما أنت عارف. يا راجل ما تقولش كده، عيب. الله، الراجل ده ضيفي وانا عازمه على الغدا. ما تصغرنيش بقى قدامه. الاسكندرانيه ما عملوش كده يا مزراح. أنا مستعد أقدم لك أي حاجة. أنا يعزم أنت وصاحبك كمان على الغدا، بس مش يخالف شريعة. اسمع بقول لك، الراجل ده اول يوم له في تل قديم، معقول هاكله اكل من بتاعته؟ دول شويه جمبري ما فيهاش حاجه يعني، هتشوهم ونخلص. يلا. أكل كوشير يهودي يحرم أكل جمبري؟ ما أنت عارف. ابقى اكسر الطبق بعد ما ناكل وانا هحاسبك عليه. عيب بقى. أوكي مستر ناجي، بس تاكله بسرعة علشان أنا مش يتحط في مشاكل. يلا يا مزراح، كان زماننا كلنا. يلا. حاضر. ايه رايك بقى في المطعم؟ تحس انك انت في مصر بالظبط. انا ليا سيطره جامده هنا، انا ساعات بخليهم يعملوا لي كشري مخصوص. انا مش قادر اصدق اللي انا شايفه بعيني وسامعه بودني. انا جيب ايه؟ انا حاسس ان انا في كابوس بشع. للدرجات نسينا الخسه والوحشيه بتاعتهم. نسينا اولادنا واطفالنا واهالينا اللي راحوا ولسه بيروحوا في غزه وفلسطين. نسينا الاطفال اللي ماتوا قدام عينينا في بحر البقر. بالسهوله دي تضحك مع ده وتهزر مع ده. ايه ده انت شيخ حاره في تل ابيب يا راجل. جمال بيه، ساعات الظروف تخلي الواحد يعمل حاجات مش عايزها. انا كان ممكن اقعد في البيت قافل عليا بابي، لا اكلم حد ولا اسلم على حد، وقاعد جوه 4 حيطان. انما صدقني لما تعرف عدوك احسن ما تقعد تكلم نفسك. وده اللي هما بيعملوه واللي انا بعمله. شايف البنت اللي قاعده على راس الترابيزه دي هناك؟ دي هاني ألدن، يهوديه من اصل سويسري، بتدرس في الجامعه العبريه. دي بتترجم اعمال طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ ويوسف ادريس. الناس دول طول عمرهم بيحاولوا يعرفوا احنا بنفكر ازاي، واحنا طول عمرنا ما حاولنا نعرف هما بيفكروا ازاي. حتى دي كمان تعرفها يا نجيب؟ ايه انت ناوي تنزل الانتخابات هنا ولا حاجه؟ هو بيبقى فيه زي ما تقول يعني سيناجي رافي، ازيك؟ انت ايه اللي جابك بدري؟ انت مزوغ من البنك ولا ايه؟ جمال بيه يقدمك رافي ديفيدوفيتش، ده اللي مصمم السيستم الامني بتاع بنك اليو ام اي، بس عبقري عبقري عبقري. طيب استاذنك كده يا نجيب. ازيك يا رافي؟ ايه على فين؟ يعني هخلي السواق يوصلني الشقه، تعبان شويه. طب والغدا؟ معلش مره تانية، ماليش نفس. طب خليه يوصلك ويرجع لي. انت بقالك كتير استاذ محمد شغال هنا؟ 7 سنين يا بيه. مبسوط؟ هو في حد ينبسط هنا برضه يا بيه؟ هو احنا ايه اللي رمانا الرميه السوداء ديت غير اكل العيش؟ ليك اصحاب؟ كل اللي شغالين في السفاره حبايبي. لا انا اقصد اصحاب من هنا يعني. اسرائيل يعني؟ اعوذ بالله، ربنا يحرجهم. طب ده لما حماس بتعمل عمليه ولا حاجه، ولا حزب الله يفرجع له صاروخ ولا صاروخين، بيبقى قلبي بيتنطط من الفرحه. اصل شوف يا سعاده البيه، الحكومات تقول اللي هي عاوزاه، والسياسيين كمان يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن احنا ناس غلابه
على الفطره يا بيه. ما ناكلش من الكلام ده واصل. اللي في القلب في القلب يا باشا. طب قول لي، انت ايه رايك في ناجي بيه؟ مالك؟ ما ردتش ليه؟ بصراحه يا سعاده الباشا انا ما نحبوش، وما فيش حد في السفاره كمان يحبه الا سعاده السفير طبعا.